بنبدأ فيلمنا مع عائلة كارلوس وهم في البيت، وكارلوس بيجهز للشغل وبيكلم صديقه الخانترو علشان يجهز له الاجتماع، وبيبقى ابنه ماركوس بيفطر مع أخته سارة، وأمهم مارتا بتستعجلهم علشان يخلصوا الفطار ويروحوا للمدرسة. وبيقول لهم كارلوس إن اجتماعه اتأجل وبيعرض عليهم يوصلهم للمدرسة. وفي طريقهم للمدرسة بيتصل واحد بكارلوس وبيهدده وبيقوله إن هو وولاده قاعدين على قنبلة في العربية وإنها هتنفجر لو أي حد منهم قام من مكانه. فبيقفل كارلوس الموبايل في وشه وبيتصل بالسكرتيرة وبيبلغها إنها تلغي كل مواعيده النهاردة. وبيدور كارلوس في العربية من غير ما يتحرك وبيلاقي فعلا تحت الكرسي أسلاك كتيرة جدا. وفي نفس اللحظة بيتصل بيه القاتل وبيقوله ما يقفلش في وشه تاني وما يتصلش بحد لأنه بيراقبه، ولو حد منهم اتحرك من العربية هيفجرها. فبيحاول كارلوس يهديه وبيقوله إنه معاه أولاده لكنه بيرفض يتفاهم معاه. وفي نفس الوقت بيبقى أولاده بيتخانقوا مع بعض، فبيزعق لهم كارلوس وبيقول لهم محدش يتحرك من مكانه واربطوا الأحزمة. وبيقول له القاتل إنه عاوز فلوسه ويحولهم دلوقتي على الحساب المكتوب على لوحة عدادات العربية بتاعته، وبيحذره إنه يحاول يخدعه. فبيقول له كارلوس إن لازم يروح المكتب علشان يحول له الفلوس، وكمان مفيش سيولة في البنك. فبيقول له القاتل إنه ما يحاولش يخدعه لأنهم في آخر الشهر وفي رواتب ومعاشات وفلوس كتيرة في البنك، وبيأمروا يحولوا المبلغ من حسابه من غير ما يصير أي شبهات. فبيقول له كارلوس إن معهوش المبلغ ده في البنك، لكن بيبقى القاتل مراقب حسابه وعارف إن معاه رقم أكبر من اللي طلبه. وكمان بيقول له المبلغ اللي في حساب مراته وبيهدده لو ما حولوش الفلوس هيموته هو وأولاده. وبيبقى كارلوس وولاده وصلوا للمدرسة، وقبل ما سارة بنته تفتح باب العربية علشان تنزل بيصرخ فيهم كارلوس وبيطلب منهم إنهم يربطوا الأحزمة ومحدش يتحرك من مكانه. وبتبقى سارة وماركوس مستغربين جدا من كلام باباهم، فبيضطر إنه يقول لهم إن في واحد اتصل بيه وقالوا إن في قنبلة تحت الكراسي بتاعتهم في العربية. فبتقول له سارة إن أكيد الراجل ده بيهزر، فبيقول لها إنه لازم يتأكد علشان ما يجازفش بحياتهم. وفي النهاية بيقول له القاتل إنه لو شاف أي شرطي بيقرب ناحية العربية هيفجرها. وبيفضل كارلوس يحاول يقنعه إنه لازم علشان يحول الفلوس يكون في مكتبه في البنك، لكن القاتل بيرفض وبيقوله إنه ممكن يبدأ بجزء من المبلغ وبعد كده المبلغ كله. ومن الناحية التانية بيجي صحاب ماركوس عند العربية وبيتكلموا معاه، فبيقول لهم بابا إن ماركوس هيغيب النهاردة من المدرسة، وبيقول لهم ماركوس إن في قنبلة في العربية فبيتريقوا عليه. وفي نفس الوقت بيزعق القاتل لكارلوس وبيقول له يبعد الأطفال عن العربية، وبيقول له القاتل يتصل بالبنك وبمراته علشان يحضروا له الفلوس، وبيحذروا إنه يفكر يخدعه. وبيتصل كارلوس بالسكرتيرة وبيقول لها إنه مش هيقدر يجي المكتب ومراته مارتا هتيجي للمكتب تاخد الفلوس من حسابهم. وبيتصل بمراته لكنه بيلاقي موبايلها مقفول، فبيبعت لها رسالة إنها تتصل بيه في أسرع وقت. وبيبقى كارلوس ملاحظ إن في واحد راكب موتوسيكل ولابس خوذة ومراقبه، وبيبقى شاكك إنه القاتل. وبيتصل كارلوس بصديقه فيكتور وبيقول له يساعده يحول الفلوس من البنك، لكنه بيتفاجئ إن فيكتور هو كمان محبوس في عربيته مع مراته لأن نفس الشخص كلمه وهدده بإنه هيفجر قنبلة في العربية مقابل مبلغ كبير جدا. فبيغضب كارلوس جدا وبيجري بعربيته بسرعة وبيخبط الشخص اللي راكب الموتوسيكل، لكنه بيتفاجئ لما الخوذة بتقع من على راسه إنه حبيب بنته سارة. وبيزعق القاتل لكارلوس وبيقول له ما تحاولش تعمل أي خدع لأن عربيتك مليانة متفجرات. وبعد كده بيروح كارلوس لبيت فيكتور وبيلاقي إن هو ومراته واقفين بالعربية تحت البيت، وفيكتور خايف جدا لكن مراته جوليا مش مصدقة اللي بيحصل وعاوزة تنزل من العربية، لكن فيكتور بيحاول يمنعها وكمان كارلوس بيحاول يهديها. لكن فجأة بيتفتح باب العربية وفعلا العربية بتنفجر بفيكتور وجوليا. وبيقول القاتل لكارلوس يمشي بسرعة من المكان قبل ما الشرطة توصل، وبيصرخ ماركوس لأنه اتصاب في رجليه إصابة كبيرة جدا. وبيحاول كارلوس إنه يهدي ابنه وبيفهم القاتل إن ابنه اتصاب، وبيفضل يصرخ ويقول للقاتل إن هو اللي قتل فيكتور ومراته، وبيقول له إنه هيودي ابنه المستشفى، لكنه بيحذره وبيقول له إنه لو راح المستشفى أو فكر ينزل من العربية هيفجرهم كلهم. فبيحاول كارلوس إنه يوقف نزيف ابنه بالملابس بتاعته، وبتفضل سارة تبكي وتصرخ بشدة، وبتبقى مراته لسه قافلة الموبايل فبتقول له بنته إنه يحاول يسحب الفلوس من حساب الناس اللي في البنك. وبنعرف هنا إن سمعته سيئة جدا، وبتضطر سارة إنها تقول إن أمها مع أبو صديق ليهم في المدرسة، فبيطلب منها رقم الراجل علشان يكلم مارتا، فبيرد عليه وبينكر في الأول إنه يعرف مارتا، لكن كارلوس بيقول له إنه الأمر خطير جدا. وفعلا بيكلم مارتا وبيحكي لها عن اللي حصل وبيقول لها تروح البنك تسحب الفلوس
الفلوس اللي في حسابهم وبيقول لها ما تتصلش بالشرطة. وبتكلمها سارة وبتقول لها إنها تسمع كلام أبوها وتروح البنك، وبيوعد كارلوس مراته إنه هيرد الفلوس تاني. وبتوصل مارتا للبنك وبيبلغ القاتل كارلوس إنه عاوز يستلم الفلوس في الميدان وتحطها في الصندوق اللي جنب المسرح. لكن مارتا بتتصل بالشرطة وبيعرف القاتل وبيقول لهم إن هم هيموتوا في العربية لو ما حولوش الفلوس. فبيحاول كارلوس إنه يتصرف بسرعة وبيضطر يروح يخدع العملاء وبيقول لهم إن البنك هيرفع أسعار أسهم معينة وبيحولوا له فلوس لأنهم بيثقوا فيه وبينفذوا كلامه. وفي نفس الوقت بيبقى ماركوس بيتألم جدا بسبب إصابة رجليه، وسارة بتقول لباباها إنه مش قادر يحرك رجله. ومن ناحية تانية بيقول القاتل لكارلوس إن لسه فاضل كتير على المبلغ المطلوب، وبيفضل كارلوس يتوسل ليه إنه ياخد ابنه للمستشفى لأن حالته خطر جدا. وبعد محاولات كتيرة بيوافق القاتل إن ماركوس بس هو اللي ينزل من العربية. لكن بتيجي عربية الشرطة وبتقول لكارلوس ينزل من العربية، فبيأمر القاتل كارلوس إنه يهرب بسرعة وإلا هيفجر العربية. فبيخبط كارلوس الشرطي وبيجري بالعربية ووراه عربيات شرطة كتيرة جدا بتطارده لحد ما بتحاوط العربيات وكمان طيارة هليكوبتر. وبيبقى متوتر جدا وبيشاور للضابط إنه بياخد أوامر من حد بيكلمه في سماعة الموبايل، وبيقول للشرطي إنه ما ينفعش يتحرك وإلا العربية هتنفجر. فبيبعد الشرطي عن العربية هو وكل اللي معاه وبيحطوا حواجز حوالين عربية كارلوس، وبيعاقب القاتل كارلوس بإنه مش هيخليه يسيب ابنه يروح المستشفى غير لما يحول باقي الفلوس. وفي نفس الوقت بتبقى عربية الشرطة بتجهز لأن صديق مارتا بيبلغهم إن كارلوس وعيلته بيتعرضوا للتهديد والطفل ماركوس مصاب في رجليه. وبيقول القاتل لكارلوس إنه شايف كلب وفرقة متفجرات حوالين العربية، فبيقول له يخفي الموبايل علشان الشرطي ما يشوفهوش. وبتيجي قائدة الفرقة سيلا وبتقول لكارلوس ينزل من العربية لكنه بيقول لها إنه مش هيقدر وبيطلب منها تفضي الطريق علشان يمشي. وبتلاحظ سيلا إنه بيكلم حد في الموبايل وبتتأكد إنه بيتعرض للتهديد، فبتديله شنطة إسعافات أولية وجهاز إرسال وبتبعد عن العربية. لكن القاتل بيعرف وبيأمر كارلوس إنه يرمي جهاز الإرسال، وفعلا بينفذ كارلوس كلامه وبيتصل بيه صديقه ألخاندرو وبيبلغه إن البنك مش مسؤول عن أي إجراءات هو عملها بخصوص أموال العملاء والبنك. فبيتصدم كارلوس جدا لأنه كان عامل حسابه إن البنك هيتكلف بالفلوس اللي سحبها وكان فاكر إن البنك هيدعمه، لكنهم كده بيعلنوا إنهم اتخلوا عنه. وبتفصل الشرطة الإشارات عن المنطقة اللي فيها كارلوس وبتفصل المكالمة مع القاتل، وبيفضل كارلوس يصرخ وبيقول لهم إن كده القاتل هيفجر العربية. فبتيجي القائدة تطمنه إنها هتساعده وبتسأله لو مشكلة أخوه المادية ليها علاقة باللي بيحصل ولو كان شاكك في حد، فبيقول لها كارلوس إنه مش شاكك في أي حد. فبتبدأ خبيرة المتفجرات تفحص العربية وبتبلغه إن القنبلة تحت الكراسي الأمامية بس، والكراسي اللي وراه ما فيهاش أي قنابل، وبكده يقدروا يخرجوا الأطفال من العربية. فبيقول لها إن في أسلاك في كل حتة لكنها بتقنعه إنها في الكراسي الأمامية بس. وبيبدأ ماركوس يفقد الوعي بسبب النزيف وبيقول لباباه انت ليه عاوز تفجر القنبلة؟ فبينهار كارلوس وبيقوله انه مستحيل يأذيه، وبتخرج الشرطة الأطفال من العربية وبيودعهم. لكن سارة بترفض انها تخرج وتسيب ابوها لوحده في العربية وبتقاوم الشرطة وبتركب في الكرسي الأمامي، وبكده تبقى ربطت مصيرها بمصير باباها ويا إما يخرجوا مع بعض أو يموتوا مع بعض. وبيظهر واحد من أفراد الشرطة وبيكلم كارلوس وبيتفاجئ كارلوس إنه يبقى القاتل، وبيفكر كارلوس بنفسه وبيقول له إنه خسر مراته بسببه. فبيقول له كارلوس إنه ملوش ذنب وإنه مجرد موظف، وبيشاور لهم القاتل إن في قنبلة تانية في العربية ويقدر يتحكم فيها بالريموت ويفجرهم في أي وقت. وبيأمر كارلوس إنه يهرب من الشرطة بأي طريقة ويحول له الفلوس حالا، لكن كارلوس بيتعصب جدا وبيشده لجوه العربية. فبيقول له القاتل إن ما عندوش حاجة يخسرها، وبيخاف كارلوس جدا على حياته وحياة بنته فبيسيبه. وبيبعد القاتل وبيقول لكارلوس قدام الشرطة سلم نفسك وما تأذيش بنتك. وبكده كل الموجودين بيكونوا فاكرين إن كارلوس هو اللي مخطط لكل ده علشان يسحب فلوس العملاء من البنك والبنك يدعمه لأنه في مشكلة. وبتسأل سارة باباها عن علاقته بمرات القاتل، فبيقول لها إنها كانت عميلة عندهم في البنك وخسرت كل فلوسها في الاستثمارات
وخدوا شقتها واتراكمت عليها الديون، فما قدرتش تستحمل وانتحرت. وبتبقى كل الأدلة ضد كارلوس والشرطيين عاوزين يقتلوه، لكن القائدة سيلا بتبقى شايفة إن في خيط ناقص وإن كارلوس مش المجرم الحقيقي. وبتتصل سيلا بمارتا وبتسألها لو ممكن يكون جوزها يقدر يقتل ولاده، فبتقول لها مستحيل لأنه شخص كويس جدا. فبتحاول سيلا تروح تتكلم مع كارلوس لكنه بيجري بسرعة بالعربية، وبتطرده الشرطة وبتبلغهم سيلا إن محدش يضرب عليه نار، وبيقول له القاتل يروح للمينا. وبتطرده سيلا وبتحاول تتواصل معاه لكنه بيرفض يرد عليها. وبيوصل كارلوس للمينا وبيقول له القاتل إن في طبق معدن تحت كرسي سارة، وبيقول له يضغط عليه لغاية ما سارة تخرج من العربية وبكده مش هتموت. فبيودعها كارلوس وبيعتذر لها إنه كان موظف سيء، وبيقول لها إنه ندمان. وبتبكي سارة بشدة، وبيقنعها باباها بكل صعوبة إنها تبعد عن العربية. وأول ما بتبعد بسرعة بيركب القاتل وبيقول له كده يا إما نموت مع بعض أو نعيش مع بعض، وبيأمره إنه يروح فرع البنك ويحول له الفلوس من الفرع نفسه. فبيقول له كارلوس إنه بقى ممنوع من دخول البنك وكمان الشرطة وراهم. وبتتصل سيلا بكارلوس وبتقول له إنها عرفت الحقيقة وبتعتذر له وبتحاول تهدي القاتل. وبنعرف منها إن اسمه لوكاس وبيبقى مهندس ومراته انتحرت بسبب إفلاسها، وبتخلي أخته تكلمه وبتقول له إن مراته ما كانتش هتبقى راضية عن اللي بيعمله. فبيقول لها إنه لازم ينتقم لمراته وبيطلب منها تهتم بابنه. وبيعتذر له كارلوس عن اللي حصل مع مراته وبيقول له إنه عارف إنه كان هيقتله سواء خد الفلوس ولا لأ. وبيستغل لوكاس القنبلة وبيرمي الريموت بعيد، فبيجري كارلوس بسرعة ناحية البحر. فبيقول له لوكاس إن المية مش هتوقف القنبلة، لكن كارلوس بيصمم وبيوقع العربية في المية. وبعد ثواني العربية بتنفجر، ولكنه بيقدر يبعد عنها وبيطلعوه من المية وبينقذوا حياته. وبتمر الأيام وبيتصل البنك تاني بكارلوس وبيطلبوا منه إنه يرجع ينضم لفريقهم تاني لأنه شخص يعتمد عليه. وفي آخر مشهد بنشوف ماركوس اتعافى تماما وعايش مع عيلته في سلام. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة.